طلق المنتخب الوطني الجزائري ضربة موجعة قبل أشهر من انطلاق إفريقيا بعد أن أعلن نادي أولمبيك مارسيليا أمس السبت أن مهاجم جويري سيخضع لعملية جراحية في الكتف ستبعده نحو 3 أشهر، مما يعني غيابه عن البطولة القارية المقبلة كما حدث في النسخة السابقة. وأوضح النادي الفرنسي في بيان رسمي أن العملية الجراحية التي تقرر اتفاق بين اللاعب والجهاز الطبي جاءت نتيجة خلع المتكرر للكتف خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن فترة التعافي ستستمر ل3 أشهر. هذا وتعرض مهاجم الخضر لإصابة بعد اصطدام مع الحارس أوغندا مباراة الأخيرة تصفية إفريقيا لكأس العالم، إثر احتكاك قوي بين الحارس المرمى أجبره إلى مغادرة أرضية الملعب. هذا وتأسف مدرب نادي أولمبيك مارسيليا ديزيربي على إصابة مهاجم المنتخب الوطني خلال تربص الخضر الأخير. وفي تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية علق فيها المدرب عن إصابة جويري: أنا آسف من أجل جويري لأنه لاعب فريد من نوعه يتمتع بقدرات استثنائية وهو شاب طيب. كما أوضح التقني الإيطالي أنه لا يلوم المنتخب الوطني على إصابة جويري باعتبارها جزء من اللعبة.